ازاي العميل بيشتري اصلا؟ اللي بيشتري حفاضات الاطفال هم الرجاله، بس اصحاب القرارات هم الستات. لو هشتري قميص، لو انا راجل سنجل انا بشتري القميص لوحدي، ممكن اخد راي واحد صاحبي. لو انا متجوز مراتي هي اللي بتختار اللبس بتاعي. انا بشتري اونلاين ولا بنزل احتاج اشتري من المحل نفسه ولا حد بيجيب لي؟ طب بدفع ازاي؟ كل دي حاجات لازم تكون واخدها في حساباتك وانت بتعمل قرار الاستهداف بتاعك للعميل اللي انت بتبيعه. اللي بيشتري هو صاحب قرار الشراء ولا لا؟ فانت كمسوق مهم ليك جدا تعرف مين صاحب القرار، عشان هو ده اللي انت هتستهدفه في حملة التسويق بتاعتك او في الخطة بتاعتك، علشان تبقى موجه له الرسالة بتاعته صح. يشتري امتى؟ الهايبر ماركتس الكبيرة او اي سوبر ماركت كبير هتلاقي دايما الاوفرز بتاعته في اول الشهر. ليه؟ علشان بتكون المرتبات نزلت او الناس قبضت. هتلاقي دايما الخصومات في اخر الشهر عشان الناس خلاص معهاش فلوس فمحدش بيشتري، فببدا اديلك اوفرز ديسكاونتس علشان تبدا تشتري على قد الفلوس اللي معاك. هو بيختار بناء على ايه؟ ليه هيختارك؟ مش هيختار غيرك. هيختارك علشان لو انت بتوفر له السبب اللي هو بيشتري علشانه، هيختار غيرك لو غيرك اللي بيوفره. فدايما انت محتاج تكون موفر السبب اللي عميلك بيشتري على اساسه، علشان العميل يجي لك انت ما يروحش للمنافسين بتوعك.